الا خصك شي حاجه اقسم بالله الا انا صافي يا سعيد، راه السيد هضرت معاه وهذا حتى انت عاود باش نقول لك عاود لا الاهانه، صافي جبت لك حقك اصاحبي، قلت للسيد لا الاهانه الشخصيه لا. صافي سعيد الله يحفظك. انا نعطيك المؤشر هذا. اكثر 5 اقتصادات تنافسيه في المنطقه العربيه، والمصدر AFM.org. ملي كتشوف .org راه منظمات عالميه. هاد اقتصادات تنافسيه في المنطقه العربيه: الامارات، السعوديه، قطر، المغرب، الكويت. باش غتحتل غتقدم على الكويت، هي دوله بتروليه وعدد نسمه اقل وكذا وارهاصات اقتصاديه اقل، فما ماشي من السهل. وحده تفضل. اش يمكن لك تقول لنا عليها السيد بارسا؟ هذا ماشي دوله، ماشي مؤشر يمكن نبنيو عليه نقولوا باننا دوله متقدمه في طور التقدم. تفضل. الله يحفظك العز. هاد المؤشرين هادو اخي سعيد هما اللي من موراهم عاد كنناقشوا واش المغرب الرتبه 77، الجزائر الرتبه 99، مصر الرتبه 35، لان ملي كتكون امام دوله كتعطي الامور ديالها والمؤشر ديال الشفافيه في المعطيات المقدمه راها في واحد الموقع جد متقدم على المستوى الدولي اللي في 40 عالميا، هنا كنفهموا باننا على الاقل وفي لو بير ديكا كما كيقولوا الفرنساويين على الاقل امام دوله تتحمل مسؤولياتها ومسؤوليات نتائج سياساتها وسياساتها الاقتصاديه ولا الاجتماعيه وما الى ذلك. اذا ملي كنعطيو هذه الشفافيه ديال الارقام كنعرفوا باننا امام ارقام حقيقيه، ارقام غير قابله للتاويل، وارقام يمكن لاي احد ان يتاكد منها. في المقابل كان من الممكن جدا كما كيديروا دول اخرى يعطي معطيات مزوره على الصحه، على التعليم، على الاميه، على المعطيات الاخرى، ويبان لك في المؤشر ديال التنميه اللي كتهضر عليه يبان لك رقم 90 في التنميه البشريه، رقم 60 في التنميه البشريه، ولكن على المستوى الليدوني كلشي مخدوم ومفبرك. المهم باش ما نقولش راه حنا قاطعناه يعطي الكلمه ديالو. وجد شي احصائيات اخرى الا كانت عندك ماشي مع سعيد، ماشي ضروري مع سعيد، لا مع الاخوان عاود يبارطاجيو لنا 3100 واحد تقريبا كيتفرجوا ياخذوا معلومات، ماشي ضروري زعما حنايا كنواجهوا سعيد ولا كنبغيو نغلبوه ولا نقنعوه. سعيد راه ما عمرو غيتقتنع حتى ل 2033 عاد غادي يتوب لله وغادي يرجع للمغرب وعزز مكرم، في انتظار ذلك حنا جايبين معاه الوقت. اللي غادي نوجدوا من بعد هو مشروع منار المتوسط وفين وصلت الانجاز. انجاز على ايه. المهم انا غادي نرجع ونكرر الاخوان والاخوات، انا طلعت كي اناقش الاخ سعيد، وسعيد اصبح لا يفقه شيئا في الارقام، لكن كيستنى تحفه يطلع ويعطينا. بالعكس انا ارى بانه ما قام به سعيد ابرنوس هو تشويش، لانه ما قام به تحفه. انا لم اقارن المغرب لا بالجزائر ولا بتونس ولا بليبيا ولا بموريتانيا. ياك عندك لا تحفه قطع ما تهضرش تحفه، انت وجد الارقام وصافي. خلي معليش تحفه انا عند سعيد برنوس راك احترمتيني راك بعدا كنشكرك على الاحترام ديالك، اما في اللايفات الاخرين راك كتعطي لي غير من الصمته لتحت، وعندك عادي جدا انا اتقبل داكشي نتاع السلخ والجلد كنتقبلو. لكن على اي اقول واكرر لسعيد ابرنوس، هل الدوله المتقدمه بالنسبه لك هي الدوله اللي كتمتاز بالبنيه التحتيه، مرافق، لعاب، سبيطارات، عفوا ملاعب، بيسينات وجراضي، او لا الدوله المتقدمه بالنسبه لك هي الدوله اللي من الركائز الاساسيه هي قطاع الصحه وقطاع التعليم وقطاع السكن، قطاع القضاء، وحتى كما قلنا الكلافي سوسيال اللي هو العيش الكريم. ورغم ذلك اخي سعيد والله ما بغيتي تجاوبني، وشوف شحال لا جاوبك لا غير انا، ولكن راه كتقول لي نجاوبك ودابا اسمعني باش تعرف انه انا كنسمع معك هنا لحد الان اتكلم بالموضوعيه اللي كتكلم عليها، لان ما تنساش سعيد اخويا ها هما النقط الاولى والثانيه والثالثه ومازال ما جاوبتكش. يلا كنجاوبك على الاولى، لانك قلت لي سعيد انت ترى انه المغرب كتشوف فيه غير السلبيات. مازال سعيد البارتا ما قال لنا شي حاجه ايجابيه على الدوله المغربيه وانا جيت قلت لك خويا سعيد، مادام نتوما
كتشوفوا فيا انني انا انسان راديكالي، كنجيب لكم ما هو سلبي. لو كنتوا كتشوفوا سعيد البارسا مواطن مغربي، حتى انا بغيت نشوف بلادي من احسن البلدان، نقدر نجيب لك نقطه جوج ثلاثه نقاط، ما نقول لك راه المغرب مثلا المباشر اللي درتو بالريفيه، كاع الناس راهم شاهدين، وانت كتفهم الريفيه وراه محطوط على الفيسبوك. قلت بالحرف انه اتصلت ببعض الاخوان اصدقاء ديالي لا علاقه لهم بالسياسه، اسمع مزيان اخي سعيد دابرنوس، لا علاقه لهم بالسياسه، والدراري عايشين في النرويج، شي عايش في هولندا، شي عايش في بلجيكا، مشاو للمغرب قالوا لي يا خويا سعيد راه حقا راه مثلا الطريق الرئيسيه 505 الرابطه بين تازا والحسيمه راه مزيانه، صوروها ليا وشفتها، وطلعت وقلت بانه الطريق نتاع 505 الرابطه بين تازا اكنول الحسيمه كان انا عجبتني. لكن جاو موراها اش قالوا لي يا سعيد؟ قالوا لي يا سي سعيد راه كاين واحد الظاهره اصبحت في المغرب كارثيه جدا. قلت لهم شنو هي؟ قالوا لي النكليه. شنو وليت انا كنركز؟ ما بقيتش كنركز على الطريق ديك الساعه ديال الرابطه 505، وليت كنركز على هاد الفضيحه هذه. اذا علاش؟ لان كتجيو لسعيد بارسا وكتقولوا بانه انسان عدمي راديكالي، فكنولي نجيب لكم غير دوك الاخبار المشينه. فمثلا الاخ اللي تكلم كذلك على المحمديه، حنا طلعنا معنا اخ من المحمديه صور لينا الاحياء الشعبيه نتاع المحمديه، يعني واد الحار، الناس كيدوزوا في وسط الزنقه، في وسط البيبان، في وسط الضيوف، فين كيعيشوا الدراري الصغار. اذا انا كنرجع كنقول خويا سعيد برنوس راه البنيه التحتيه ربما نتفق معك، نقول لك راه المغرب واخا نبغي ولا نكره، نقول لك المغرب مثلا في البنيه التحتيه 200 منطقه من المناطق هذه، واش هذه المناطق كلها فيها مثلا فك العزله؟ مثلا فاش كنجيو نهضروا انا على المنطقه ديالي اللي انا كابر فيها والاصل ديالي منها، اما انا راك انت كتعرف انا تزاديت في الحسيمه وكبرت في الحسيمه، لكن هذا لا يعني انه الاصل ديالي ابن منطقه كزنايه مثلث الموت. خصنا نمشيو نشوفوا اكنول، نشوفوا تيزي وسلي، ونشوفوا بورد، ونشوفوا عين حمراء، ونشوفوا قسيطه، ونشوفوا تاغيلست، ونشوفوا تاستيت، وزيدوا زيدوا زيدوا زيد. هاد المناطق اللي نتوما كتكلموا على المغرب، راح ما تنساش الى انا حامل البطاقه المغربيه وانتمي الى هذه المنطقه، اذا كاين واحد الالاف من المغاربه اللي كيجيو لهذه المناطق هادو. فاش كيوصلوا للمغرب ما كيمشيوش لطنجه، اللي كيسكن في طنجه راه كيمشي لطنجه كيعيش طوب، كيلقى مثلا بنيه تحتيه طوب، كيلقى لا بيسينات، السينما و لكن اللي كيمشي للمناطق الاخرى شنو كيلقى؟ حنا على اي تقدم كتهضر؟ الا كتهضروا على التقدم في المناطق المعينه كما قلت في اول نقاش، هذاك شكون مستفيد؟ انا مثلا الا كنسكن في الرباط، في السونتر نتاع الرباط، في حي الرياض، انا واش غادي نسيق الخبر اللي ساكن انا مثلا في المسيره ولا في القدس، ولا غادي نسكن انا نعرف انا في اللي ساكن في يعقوب المنصور؟ هذوك الناس اللي ساكنين في يعقوب المنصور ماشي هما اللي ساكنين في هرهوره، ماشي هما اللي ساكنين في لوسيون، ماشي هما اللي ساكنين في البرانس. خصنا نكونوا شويه منطق. لا دابا هذا الوقت هو اللي كيقلقكم. انا راني تقريبا 35 دقيقه وانا ساكت، فاش كنجي نتكلم كيوجعكم شويه الايوا هكاك السي سعيد. انا نرجعوا اليوم نقول لك اخي سعيد، هذا الكلام بانه قطاع الصحه بدا يتغير في عالم التواصل الاجتماعي، حقيقه المغرب من احسن البلدان في العالم. فانا في تكتوكه ما كاين ما احسن من المغرب، لا في النخوه ولا في العزه ولا في الكرامه ولا في الرجوله ولا في البنيه التحتيه ولا في التعليم ولا في السكن ولا ما كاينش اللي غيوصلنا. لكن في الواقع شيء اخر، الواقع يبين شيء اخر. فاش كيجي كيقول لي الاخ انه قطاع الصحه في المغرب راه 101 عالميا، 101 عالميا، وتفتخر وعاجبك الحال، عاجبك الحال بانه انت المغرب، ولا خص شنو باش تبرر؟ وهنا كنرجع للاخ سعيد الموضوعيه. شنو هو؟ ايوا خصني نبرر. ايوا الجزائر شحال محتله؟ الجزائر محتله 102. ايوا صافي حنا سيبقوا لهم غير بنقطه. الا سابقين حنا الجزائر بنقطه لا يقلب. الا سابقين حنا تونس، لا ماشي نقطة، غير خليني غير نكمل، ما تقاطعنيش. انا راني سمعت كاع داكشي اللي انت راه عندك انت عندك مؤشر ديالك هذا كتقولوا، حتى انا راه كنقول سعيد برنوس
قادرين فوقاش ما بغا، هو يجيب مؤشرات وانا نجيب مؤشرات، هو يجيب ارقام وانا نجيب ارقام، ونقول له مرحبا